أوعدك إنه ده حيكون أحلى تشيز كيك حتعمليه، وحتعتمدي طريقتي أكيد. أحتاج بسكوت وزبدة وقشطة، أخلطها كويس وأحطها في صينية التشيز كيك. ولو لاحظتني أنا رفعتها للأخير عشان تعطيني طبقة حلوة للتشيز كيك. حطيت الباي فيلينج، هنا عندي باي فيلينج توت أسود في الخلاط. حطيت حليب مكثف محلى وقشطة وجبنة كريمية، برش الليمون والفانيليا والكريمة. خلطتها كويس وحطيتها على الصينية. بعدين البواقي البسكوت نزلتها على التشيز كيك بهذه الطريقة. رحت على فرن حرارته 170 درجة مدة 25 دقيقة. بعدين تركتها بالفرن 10 دقائق. بعدين حطيتها بالثلاجة لليوم الثاني. اتماسكت وصارت كريمية وجدا لذيذة. الحلا ذا حيبهرك بأنه كريمي ولذيذ، فجربوا طريقتي وقولوا لي رأيكم، وبالعافية.